إلى دوري ألو. فنيا عماد هالمباراتين لا صعبة فاخر. أنت تتكلم اليوم الثبات الانفعالي مهم، تتكلم بأشياء حتى خارج الكورة. اللاعب الجاهز يا كوميتي مثلا أهم عنصر في نادي ضمك، هل هو جاهز لأداء مباراتين؟ المدرب أنت سمعت إيش قال عنه؟ يقول لسه ينتظر الجهاز الطبي ايش يقول عنه. يفرق. الدليل مع الاتحاد شفت أنت سوى، نزل سجل له جول بعدين طلع. كان عنصر مؤثر، وهو فعلا عنصر مؤثر الفترة الشتوية. بس إجمالا ترى ضمك اشتغل على المدرب، جاب كاريلي بنفس العناصر. الرياض لا، الرياض اشتغل على اللاعبين، احضر انتوليس، احضر فيكتور لكحل، اضاف احمد السياحي، اعاد عبد الاله الخيبري من الاهلي، اشتغل داخل ارض الملعب باللاعبين. لكن ضمك اشتغل مع المدرب. مين يستسهل الفيحاء؟ صعب، وخصوصا خارج ارضه، لانه هذا الشيء يساعد انه يلعب التحولات اللي يبغاها مع جايسون وساكالا. فهي الموضوع صعب جدا، كل المباراتين صعب جدا وراح تعتمد على تفاصيل صعبه طوال. لكن النصر ترى ما له علاقه. ما له علاقه كيف؟ النصر أيه؟ انه تاثير مباريات بكره على النصر، مباراه ضمك تحديدا، اي ما له علاقه. اذا ما حسم بكره بقاء ضمك يعني ما يؤثر ولا شيء. ليه؟ نتكلم احنا فارق كوره 11 ضد 11. اليوم بالله النصر الاقوى هجوما، النصر الاعلى ركنياتا، النصر الاكثر شباك. النصر فارق بكل شيء، لكن ضمك اذا جاك مرتاح هو زي ما يجيك وهو مضغوط. انا اشوف في كل الاحوال ما تفرق. اسلوب لعب كارلي يقول لك يا النصر سجل جول مبكر حتصير حفله. يا ساتر، هي كذا. هذا اسلوب لعب كاريلي، سواء ضمن البقاء ما ضمن البقاء. فانا اشوف فنيا داخل ارض الملعب المفترض النصر من السهوله يفوز على ضمك في اي حال من الاحوال. نقطة